كلاكيت تالت مرة أو رابع مرة. ازيكم، أنا مازن عادل ايكي عبقرينو من قناة عبقرينو. في الفيديو ده هشرح لكم برنامج مونتاج. البرنامج ده أنا اكتشفته جديد على الكمبيوتر، زي ما انتوا شفتوا في العنوان كده. كان ليه نسخة على التليفون، أو هو ليه نسخة على التليفون اللي هي اللي نزلت الأول يعني. بعد كده لقيت إعلان على فيسبوك بيقول لك إن النسخة بتاعتنا نزلت على الكمبيوتر وجرب ومش عارف إيه، فقلت أجرب معاكم كاب كات. نروح للإنترو ونرجع عشان نشوف كاب كات ومميزات كاب كات عاملة إيه. بعد الانترو دي واجهه البرنامج هتكون مختلفه عنك شويه. بيطلب منك تسجيل دخول. سجل دخول بالايميل بتاعك ايا كان بقى، ايا كان يعني طريقه تسجيل الدخول. انا سجلت دخول لان انا مش فاكر بالظبط كان انهي وسيله تسجيل دخول يعني. بعد كده بتدوس على السيتنج، تدوس على السيتنجز من هنا. هتلاقي عندك بروجكت، اديت، performance ولانجوج. سيبك من كل دول وادخل على بروجكت واختار مكان تقدر تسيف فيه الفايلات بتاعتك بعيد عن السي عشان ما تملاش السي. وبعد كده هنا خليها اوتو ديليت كاش او دونت ديليت كاش براحتك يعني، لو انت عايز تمسح الكاش وكده. فانا امسح الكاش الموجوده كلها لان انا سجلت وفيديو باظ يعني، فانا امسح الكاش واخليها اوتو ديليت كاش بعد 15 يوم لان انا عايزه كده يعني، عشان لو بياخد من مساحه السي فيفضي لي الدنيا يعني. وهدوس على سيف. بعد كده ادوس على ستارت كرييتنج. دي واجهه البرنامج. واجهه البرنامج بسيطه جدا، اكنك فاتح برنامج من برامج المونتاج بتاعتك، سوني فيجاس، بريمير بقى، دافينشي، كامتازيا، ان كان فيلمورا وكده. بس دي اقرب لواجهه فيلمورا لان تقريبا يعني هم معتمدين في الشكل على فيلمورا بشكل كبير جدا يعني. تلاقي عندك هنا ميديا، اوديو، تكست، ستيكرز، افكتس، ترانزيشنز، فلترز، ادجستمنت. طيب احنا دلوقتي هنختار الميديا. هنقف على الميديا، هتلاقي عندك حاجه اسمها لوكال ولايبراري. اللوكال هنا هتعمل امبورت لفايل من الفايلات اللي عندك. انا هعمل امبورت، هجهزه. بعد كده نرجع للقائمه الثانيه نجهز الفايل بتاع هشام عفيفي. واللايبراري ده لو انت عايز تحط حاجه من الحاجات اللي في اللايبراري بتاعتهم تقدر انت تedit عليها. فمثلا احنا نختار دي، بتعمل داونلود ونسحبها. انت بتقف على حاجه تعمل داونلود وتشدها عندك على البرنامج وخلاص، هي كده اتحطت كده. دي عندنا اللوكال واللايبراري. اول حاجه هنسحب الفايل ده كده عشان نشتغل عليه بعيد عن القوائم اللي فوق. انت عايز تعرفها دلوقتي. انا الفايل او انا حطيت كذا فايل وعايز ان انا اعمل اديت او اقصقص او الكلام ده. هتقصقص ازاي؟ في المورا كنترول وبي، كنترول وبي، تقعد تقصقص بكنترول وبي. او هتحدد المكان اللي انت عايزه، تحدد الفايل وتقف على المكان اللي انت عايزه وتدوس هنا على السبليت هتلاقيه بيقطع وهكذا. تحدد وتدوس سبليت وهكذا. ماشي، نعمل كذا سبليت عشان هنحتاجهم بعدين. وممكن في التراش او تعمل ديليت او ان انت تعمل فريز فريم لو انت عايز تعمل مثلا ريفرس للفيديو، تعمل روتيت او ميرور او تعمل كروب للفيديو وكده. انت فاتح في المورا، بتمنتج على في المورا، هو ده بالظبط. طيب لو انت عايز تعمل زوم في التايم لاين مثلا، هتدوس على كنترول وتقف عند الوقت او تحت الوقت بشويه وتسكرول تعمل زوم بالطريقه دي. او من العدسه من هنا تكبر وتصغر براحتك. هي مش حلوه فكره ان انا اقعد اكبر واصغر بالكنترول دي، كان نفسي يبقى بالسكرول على طول. مش مشكله. لو انت عايز تعرف شورت كاتس البرنامج هتلاقي الشورت كات كلها موجوده هنا، التايم لاين والبلاير والبيسك ومش عارف ايه، لو انت عايز تفهم الموضوع بيمشي ازاي. وفي كذا شورت كات انت لو عايز تعدل عليهم يعني. هو مش بيديك للاسف صراحه انت تعدل على الشورت كات، انت بس بتختار من حاجات البرنامج هو حاططها لك وخلاص. نيجي بقى للقائمه الثانيه وهي قائمه اوديو. هتلاقي عليها كميه تراكات تقدر تستخدمها لفيديوهاتك، بس انا مش ضامن هل التراكات دي عليها حقوق ملكيه ولا لا. لو عليها حقوق ملكيه ما تستخدمهاش، تروح لموقع من المواقع اللي تقدر تستحمل منها الحاجات دي فور فري. تمام. وممكن ابقى اعمل فيديو بعدين بتكلم فيه عن حاجات شبه كده. سيب لي في الكومنتات لو انت مهتم يعني. ولو لقيته اصلا مش عليه حقوق ملكيه استخدمه براحتك يعني. هتلاقي عندك ميوزك، ساوند افكتس، لو انت عايز تطلع اوديو من فيديو، لينك التيك توك بتاعك عشان تقدر تاخد مميزات التيك توك في الاوديو في البرنامج هنا. كاب كات جامد جدا. كل الحاجات دي مجانيه وانا مستغرب ان هي مجانيه. هنستخدم مثلا الاوديو الاولاني دوت ونيجي نحطه هنا. هنميوت الاوديو اللي فوق ونيجي نسمع. لاقي بصراحه شوت اوت لهشام عفيفي. رجع الاوديو تاني بتاع هشام عفيفي. دراج اند دروب برضه، هتقف عند الحاجه تعمل داونلود وتروح عامل دروب التايم لاين تحت وخلاص. بعد كده التكست
هتلاقي جواها 1 2 3 4 5 5 خانات. ال5 خانات دول انت ممكن تشتغل بيهم وهنشرحهم واحده واحده بالتفصيل دلوقتي. اول حاجه اللي هي الاد تكست، ده الديفولت، بتحط التكست الديفولت وتعدل براحتك او تشوف افكتات موجوده، ودي حاجات ترند تلاقي موجوده، وهنا اصلا مقسمهم لك يعني كذا كاتيجوري وكده. فمثلا انا هختار دي مثلا واحطها تحت هنا، هتلاقي موجوده اتطبقت بالافكت على طول جاهز. وبرده هتقف على حاجه هتحمل تروح حاططها هنا. التكست تمبلت لو انت عايز تحط تمبلت جاهز، مثلا انا عجبني التمبلت دوت، بقف عليه اروح اعمل كده والتمبلت اتضاف على طول، سهله. وهنا بتعمل سكيل للتمبلت بتاعك عشان تشوف شكله هيكون عامل ازاي، ولو عايز تعمل تغير البوزيشن بتاعه، عايز تكتب حاجه الكلام ده. وهنا لو عايز تإيدت عليه شويه حاجات تانية وهكذا. ده كده التمبلت بتاعنا. نروح على الكابشنز، الاوتو كابشنز. لو انت عندك فيديو انجليزي وعايز يكتب كابشنز على الفيديو، بحيث ان مثلا حد عايز يقرا الكابشن لو هو مش بيعرف انجليزي قوي يعني، فبتروح حاطط الكابشن اوتوماتيك من خلال انت تعمل كرييت، ويروح هو بيسمع الاوديو بتاعك ويكتب الكابشن من خلاله. هنا اللوكال كابشن لو انت عندك كابشن جاهز وعايز تضيفه في البرنامج على طول. طيب نرجع تاني للديفولت تكست، ونفترض ان احنا عايزين نكتب هنا تكست، وهنكتب لاف يو عفيفي ونكررها اكتر من مره مثلا، ونخليها كده اهوت عشان بس يكون شكلها ايه واضح، لان احنا هنحتاج الكلام ده دلوقتي. عملناها كده وظبطت معانا جدا وخلاص. احنا التكست ده احنا راضيين عنه والكلام دوت وظبطنا الدنيا. ممكن بقى نتغير البريسيت، مثلا اختار البريسيت ديت شكلها حلو، تغير السكيل مثلا، السبيس، الشادو، مش عارف ايه، تقعد بقى تعدل في حاجات اكنك بتعدل في تكست عادي يعني في فيلمورا، لان دي نفس قائمه فيلمورا بالظبط. هنا البابل لو عايز تحط حاجه تحت تحت التكست، مثلا انا هحط دي تحت التكست، بس هو مش هيظبطها قوي لان في كذا حاجه مكتوبه، هو جايب لي ايرور تحت هنا. يعني لو دي كانت كلمه واحده كان ظبطها. ممكن نجرب حاجه تانية اهو، ظبط لك النوت مكتوب فيها لاف يا عفيفي، تمام، فظبطت معانا. نرجع تاني للطبيعه. هنا الافكتات بقى، لو انت عايز تحط افكت من الافكتات، مثلا عجبني الافكت ده وعايز اضيفه، فاضيفه كده يكون كده. بس احنا لا، احنا عايزين نرجع نعمل البريسيت اللي موجوده اصلا معانا عادي جدا، ونروح للقائمه اللي بعديها وهي قائمه انيميشن. قائمه انيميشن هنا لو احنا عايزين نحط انيميشن على التكست دوت، مثلا انا عايز احط الانيميشن اللي هو موجود هنا ده، فبقف عليه كده بس خلاص بيوريني، بيعمل لي بريفيو للانيميشن يعني عموما هيكون شكله عامل ازاي، وهو كده اتضاف على طول. طيب هتقول لي مثلا انيميشن مثلا انا حاسه بطيء، انا حاسه سريع مثلا، او انا حاسه بطيء ايا كان، هتلاقي عندك ديوريشن تحت هنا شكلها مش باين، بس يعني ايه، اقعد بص كده عشان هتلاقي حاجات ممكن ما تكونش باينه. ممكن نخليها مثلا ثانيه، هتلاقيها خدت معاك ثانيه بالظبط، والكلمه هتلاقيها ظهرت معاك كده. ده الان. الاوت احنا مثلا عايزين نحط اوت، ممكن مثلا نحط الجليتش دوت، فهنشوف شكلها عامل كده. ممكن نشيل الان والاوت. عايزين نخلي التكست ده مثلا يعمل الانيميشن بس لوب، فنختار لوب انيميشن مثلا. ممكن نختار ده مثلا، فهتلاقيه عامل كده، او مثلا نختار ده، او ده مثلا. طبعا بقى نقي الحاجه اللي هتظبط على التكست بتاعتك وكده واعملها. نيجي بعد كده لحاجه اسمها تراكنج. ايه التراكنج دي؟ انت لو عندك فيلمورا، لو عندك بريمير، لو عندك افتر افكت، تلاقي حاجه زي كده. في فيلمورا ضافها متاخر، في افتر افكت وبريمير هي كانت موجوده. انت كل اللي هتعمله ظبط التكست بتاعك وشوف الحاجه اللي انت عايز تعمل عليها تراكنج. مثلا احنا نختار ايدي شمع فيفي، الحاجه اللي في الفيديو بتاعها بتتحرك وواضحه ايه هي، وندوس على موشن تراك، هتلاقي طلع لك المستطيل دوت. ظبط المستطيل وممكن نصغره خالص نخليه على شكل ايده بالظبط هنا كده، وتدوس على ستارت. مش هتظبط قوي عشان بس الفيديو كان في حاجات بايظه، بس قشطه هي اتظبطت يعني على الايد شويه. فنيجي نشوف هتلاقيها اتحركت على حسب المكان اللي احنا حطينا فيه الموشن تراك، بس طبعا هي باظت شويه عشان ايد هشام عفيفي كانت مش ظابطه قوي يعني. المهم احنا كده عملناها. نيجي بعد كده لحاجه اسمها التكست تو سبيتش. المفروض اصلا انت لو عرفت تكست تو سبيتش من قبل كده، اللي هو انت بتكتب حاجه وتخليه ينطقها، هنا هنعمل نفس الكلام ده مع الجمل او هشام عفيفي اللي احنا كاتبينها ديت، لاف يو هشام عفيفي مش عارف كده يعني. فهندوس
مثلا نختار اي واحده من دول. انا مثلا عجبتني دي، هتاخد وقت شويه قبل ما Love you, تترجم الكلام. Fifi. Love you, Fifi. Love you, Fifi. Love you, Fifi. ماجيك، والصوت هتحسه طبيعي جدا. ممكن مثلا نختار دي ونشوف. Love you, Fifi. Love you, Fifi. هو يكررها لان احنا كاتبينها كتير. ممكن نشوف مثلا الستوري تيلر. Love you, Fifi. Love you, Fifi. Love you, Fifi. انت مش هتشك، انت هتقول ان ده حاجه واحد ستوري تيلر بجد مثلا، او دي اغنيه حقيقيه او ايا كان. وفي عندك حاجات كتير ممكن تقعد تجرب فيهم وكده. نرجع بقى لحته التراكنج. التراكنج مش مقتصر بس على فكره ان انت تحط تكست، لا، انت اي حاجه ممكن تعملها تراكنج من خلال الستيكرز اللي احنا هنجيلها دلوقتي. الستيكرز ديت كلها هي بتاعه التليفون، وكلها فور فري. ممكن تختار ستيكر من الستيكرز الموجوده وتقدر تعمل عليه تراك برضو لايدي هشام عفيفي مثلا ايا كان. ممكن انا عجبني الستيكر دوت برضو، بقف عليه يروح هو محمل، يروح شادد الستيكر هنا كده اتحمل معانا. هنصغره مثلا يعني، او ممكن نحط على وش هشام عفيفي مثلا وتعمل له تراك على وشه. تروح دايس على تراكنج من هنا، تروح دايس على موشن تراك وتظبط على اساس ان هو يجي على وش هشام عفيفي، وتدوس على ستارت وبس. خلاص هو بيعمل تراك لوش هشام عفيفي دلوقتي. ونيجي نشوف بس ما خدتش مننا وقت وعمل تراك. في هنا حاجه اسمها انيميشن. انيميشن دي نفس فكره الانيميشن بتاعه التكست. بتروح برضو حاطط الانيميشن ده اتعمل اهوت على طول على بتاع. ممكن تظبط الديوريشن تخليه مثلا ثانيه، تلاقيه طالع عمل كده. سهله وبسيطه جدا. ان واوت ولوب. لو انت هتحط حاجات لوب مثلا، احنا عايزين نحط ديت مثلا لوب. شكلها حلو وجميله جدا. يعني هتنفعك جدا في فيديوهات لو انت عايز تعمل فيديوهات فاني وكده يعني. فقشطه ممكن تستخدم الانيميشن برضو على الستيكرز، وتظبط السكيل بتاع الستيكرز وتشوف هيكون شكلها عامل ازاي وكده يعني. وهتلاقي ستيكرز كتير وكلهم مترتبين كاتيجوريز كتيره. شوف الحاجه اللي انت حاببها يعني واستخدمها. نيجي بقى للحاجه اللي بعديها وهي الافكتس. نمسح بس الستيكر دوت. الافكتس الموجوده نفس الافكتس اللي بتبقى موجوده في الكاب كات على التليفون، وهتلاقي هنا منهم حاجات كتيره اصلا انت ممكن تشتريها بفلوس للبرامج التانيه، او هنقول ان هو للبريمير يعني. الناس بتعمل بلجنز وكده، دي موجوده هنا فور فري، تقدر تستخدمها فور فري. مثلا هنجيب الافكت دوت ونحطه هنا مثلا، وتيجي نشوف شكل الافكت. اللون اتغير، الشكل مش عارف ايه. مثلا ممكن نحط اللمعان دوت الكالر ايدج مثلا. هو اتعرف نفسه على هشام عفيفي على طول، بدأ ان هو يعمل عليه النجوم والحاجات دي وظبطها وخلاها شكلها كده. عندك جميع الافكتات دي هتلاقيها بتعمل نفس الفكره. اختار الحاجه اللي انت عايزها وحطها، هتظبط جدا يعني. مثلا انا عجبني الافكت ده مثلا. تعال نشوف. شكله حلو جدا. انت ممكن اصلا تعمل بيه اشكال وحاجات. وهنا مثلا دي حاجات اللي بتاع الافلام والكلام ده بتعجبني قوي يعني. سيرفر نضف كده فممكن تستخدمها يعني. وتروق والتراب اتشال ايه. دي الافكتات اللي هي الفيديو افكتس. البادي افكت بقى هنا دي الحاجات الترند. البادي افكت دوت عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان هو بيجيب يلقط الجسم بتاعك زي ما احنا عملنا من شويه، ويقدر ان هو يحط له افكت. ممكن مثلا ناخد الافكت ده نشوفه. ظبط عليه جدا. ممكن نحط الافكت ده، ظبط برضو عليه جدا. ممكن الافكت ده وجامد. طيب الحاجه بقى اللي بعديها اللي انا عايز اجربها دلوقتي. انت بتشوف ميوزك فيديو على اليوتيوب وبيعمل لك مثلا دودلز وحاجات زي كده شكلها جميل، وانت عايز بقى تعمل دودل زي دوت، بس انت مش معاك الافتر افكت او مش بتعرف تستخدم افتر افكت ومش عارف ايه، وانا عايز احط الدودل ديت ومش عارف كده. اهي موجود. نقي اللي انت عايزه من هنا. ممكن مثلا تحط دي مثلا البابلز مثلا. لو انت عايز تخلي حاجه تعمل على ايده من هنا، عايز تعمل دي مثلا. سيرفر نضف كده مظبوطه جدا جدا. كل ده بيتعمل بالاي اي اللي في البرنامج، بيلقط الجسم اكنك بتستخدم سناب شات. لو انت برضو بتحب تعمل افكتات سناب شات، موجود افكت السناب شات هنا اهو، اللي هو المشهور جدا بتاع سناب شات ده. اهو كده ظبط. ممكن برضو تركب اللي هو الوش دوت، تشد برضو وتسحب هتلاقيه عمل على الوش.
تختار الوقت المناسب اللي تحطه فيه وخلاص هو كده ظبطها. ممكن تخليه طول الفيديو عادي جدا وكده، وبرضه هم مترتبين عندك هنا. الخانه اللي بعديها واللي احنا عملنا عليه عملنا سبليت للفيديو بسببها هي خانه الترانزيشنز. هتلاقي الخانه دي مليان فيها حاجات كتير جدا بيسك وحاجات بفلوس. بفلوس في البرنامج لا، بفلوس في برامج تانية، في اللاجنز تانية برضه. هنقول في البريمير هتلاقيها بفلوس. مثلا احنا ممكن نختار مثلا البلينك ديت ونحطها هنا. انت بتشد برضه وتروح حاطط في الفيديو بتاعك وده خلاص هي اتعملت. تيجي مثلا نسمع او نشوف يعني قصدي ظبطها على طول وتلاقيها عامله بحاجه بسيطه كده. تمام. ممكن مثلا خلينا ان احنا نستخدم السلايد ديت. دي الحاجات اللي انت هتلاقيها مجانيه. الحاجات بقى اللي بفلوس في البرامج التانية اهي، من اول الكاميرا 3D سبيس مثلا مش عارف ايه. تلاقي برامج كتير على قصدي بلجنز كتير على بريمير بتعمل الكلام دوت بفلوس. ومثلا نمسح دول نستخدم غيرهم. ممكن مثلا دي سيرفر نضف كده. بس المشكله هنا ان هو مش هعملهم بصوت، هو من غير صوت. ممكن دي مثلا برضو. هنا الافكتات التانية ديت برضو هتلاقيها من الافكتات المدفوعه اللي ممكن تشوفها على بريمير او ناس بتقول لك لا اعملها لك بفلوس ومش عارف ايه، لكن هي هنا فور فري موجوده. كاب كات منزلها لك ببلاش. ممكن تشوف دوت بيستخدموه في الاعلانات ودلوقتي والميوزك فيديوز الجديده بتاعت الرابرز وكده. برضه هتلاقي حاجات تانية موجوده ممكن تقعد تجرب بقى وتكتشف براحتك فتنفعك. برضه هنا في شويه حاجات للسوشيال ميديا والكلام دوت وكده. الخانه اللي بعد كده او التابه اللي بعد كده هي الفلترز. هنا دي فلترز جاهزه بتلون بيها الفيديو بتاعك. مثلا انا عايز الون الفيديو بتاعي اخليه شكله قديم مثلا، فانا اختار VHS مثلا. هتلاقي شكله اتلون بقى كده. لون ال VHS مثلا ممكن اخليه 1980 كده وتروق. مجرد بيظبط لك الفلتر على طول من غير ما انت تتعب نفسك وتقعد تشوف بقى انا اظبط الساتوريشن ومش عارف ايه والكلام ده. او لو انت بقى عايز تتعب نفسك وتعمل الحاجه ديت بمزاجك انت وتلون الفيديو بمزاجك انت، هتدخل على الادجستمنت اخر تابه هتلاقي كاستم ادجستمنت. تسحب تحت هنا كده وتكبرها على حسب العدد او الوقت اللي انت عايزه يعني اقصد. وبتظبط هنا الادجستمنت براحتك، الهيو ساتوريشن ومش عارف ايه والكلام ده. وممكن فوق من هنا تختار لوت انت عايزه. طبعا هنا مفيش لوتس مكتوب نون. اقول لك ازاي تحط لوتس دلوقتي. تمام. ممكن هنا تعمل سكين تون بروتكشن لو انت عايز تحمي السكين تون بحيث ان هو ما يعملش مشكله فيها. ممكن تدخل هنا على HSL تقدر تعدل بقى انت براحتك في الالوان منفصله وكده، ودي شكلها يكون احسن. او اللوت يعني انت بتدوس على تاني واحده هنا وتدوس على امبورت وتحمل لوت من على الجهاز بتاعك، واللوت دوت بيتطبق على طول على الفيديو. وده بيكون اسهل لك بدل ما تقعد تعدل انت كتير في الالوان وكده. لو انت عندك لوت جاهز جايبه مثلا من الفوتوشوب او جايبه من البريمير وكده وانت عايز تستخدمه اسهل بكتير. لو مش عاجبك الحاجات الموجوده في البرنامج، انا مثلا دلوقتي هعمل لود فعملت لود، هو دلوقتي بيعمل امبورت بس وكده خلاص ظبط لي واحد. بروح سحبه فوق هنا وتلاقيه شكله بقى كده. طبعا هو مش مظبوط وشكله مش حلو، بس يعني ده لود من اللودس الموجوده تقدر انت بقى تعدل براحتك. هنا عملت سكين تون بروتكشن فظبطها هو، تقدر تعدل براحتك انت بعدين بقى لو عايز تظبط الالوان والكلام ده او تشوف لود مختلفه عنه وكده. ده البرنامج كله. فكره بقى انت هتستخدمه ازاي. ممكن بعد ما تخلص لو عملت شغل بيه يبقى وريهوني. لو عايز تتابعني في اي مكان على السوشيال ميديا هتلاقي اللينكات في الديسكريبشن. دي نهايه الفيديو. اشوفك في فيديو جديد. انا مازن عادل ايكي عبقرينو مقاطع عبقرينو. ما تنساش تبص على الديسكريبشن فيه لينكات حلوه، وهتلاقي لينك البرنامج في الديسكريبشن، فانت بص برضه على شويه اللينكات اللي تحت مهمين جدا. اشوفك في فيديو جديد. مع السلامه.